يعني حد ما بيحبش بيكات اللحمة؟ يلا بينا نعمل بيكات اللحمة، أكلة سهلة وسريعة بجد، أكلة الإنقاذ. هنعملها بكل سهولة، وعايزة أقول لكم دايبة دوب، اللحمة بتاعتها دايبة دوب، وبصراحة طعمها خرافة. يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعة للصفحة، وندخل في الوصفة بتاعتنا ونشوف عملنا بيكات اللحمة دي ازاي. معايا هنا في البداية قطعة من السمنة او الزبدة زي ما تحبي، هحطها كده في الصينية بتاعتي. ومعايا اساس بيكات اللحمة شرايح من اللحمة. الشرايح دي اسمها انتركوت، بأمانة طعمها خرافة. انا بالنسبة لي شايلة منها الدهون اللي بتبقى حواليها. بالنسبة لك عايزة تسيبيها مفيش اي مشكلة، سيبيها. تمام. هحطها كده على نار عالية بعد ما السمنة سخنت، علشان تاخد صدمة. مش عايزاها تنزل اي مية فيها، تمام، لان لو نزلت المية اللي فيها مش هتاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا، لون الشوي بالشكل ده. تمام. اول لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، هقلبها على الاتجاه التاني، وبرضو على نار عالية، علشان ايه؟ تاخد برضو نفس اللون من الاتجاه التاني. في المرحلة دي هبدأ بقى اضيف عليها التوابل بتاعتي. وعايزين تضيفوا التوابل وهي لسه طرية قبل ما تتحط في الطاسة، مفيش اي مشكلة. انا هنا حطيت فلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وسبع بهارات، والملح مش هحطه دلوقتي، هحطه ايه في النص كده، تمام، عشان بس ايه ما يأخرش مدة التسوية بتاعتها. فهنا خلاص ضفت التوابل اهوت، وهكون بغلي مية في الكتل او على النار، في حلة على النار كده، علشان ايه؟ اضمن ان هي ما تاخدش وقت معايا في التسوية. وهبدأ ان انا ازودها بمية سخنة مغلية. بس مهم جدا ان هي تكون اخدت اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه في الاتجاه التاني. هبدأ اغطيها بقى وههدي عليها النار، عايزاها تستوي على نار هادية. اول لما تشرب المية بتاعتها كل شوية ابص عليها، ازودها مية تاني لحد ما تدخل ايه في التسوية كده، تمام، عشان في لحمة بتبقى سنها كبير شوية، فمش بالسهل ان هي بتستوي. معايا هنا طبق من المشروم، اخدت نصه كده لان الكميه كانت هتبقى كبيره قوي. فطبعا زي ما احنا عارفين المشروم بتاعنا مش بيتغسل خالص، احنا بنمسحه بمناديل كده، ويبقى فيه قشره على المشروميه، بنشيلها كده. تمام زي ما انتم شايفين كده. تمام. هبدا بقى ان انا اخلص كل الكميه تنظيف بالشكل دوت. مش هجيب عليه اي ميه، عشان بس ما يمزلقش مننا ويبوظ. تمام. وهبدا ان انا اقطعه. المشروم بتاعي ده طازة جدا وصابح، هبدأ ان انا اقطعه بالشكل دوت، اكنه جاهز او اكنه معلب. تمام. هوريكم النهاية بتاعته دلوقتي بيبقى شكله عامل ازاي. مش متاح عندك المشروم الطازة دوت، تقدري تجيبي علبة من المعلبة، مفيش اي مشكلة خالص، مش هنوقف نفسنا على حاجة. ده بيكون شكله بعد ما تقطع. تمام. هبدأ بقى هنا هجيب صينية، وهحط فيها او طاسة هحط فيها قطعة من السمنة او الزبدة. انا حطيت هنا معلقة من السمنة على معلقة من الزيت، ونزلت فيها كده ببصلاية مفرومة. البصل ده كان مفرز عندي في الفريزر. هبدأ ان انا ايه اشوحه كده، عايزة اديله لون كرملة، اللون اللي هو الذهبي الجميل دوت. تمام. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تفك من التفريز بتاعها، وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي هبدأ ان انا انزل عليها بالمشروم، علشان برضو المشروم ياخد معايا لون مكرمل زي ما هتشوفوه دلوقتي. تمام. هقلب فيه كده شمال ويمين لحد ما يدبل وياخد لون كرملة زيه زي البصل. في المرحلة دي هكون خلاص اللحمة شربت كل الصوص بتاعها، وبقي حاجة بسيطة بس كده فيها. هبدأ ان انا اضيف عليها البصل والمشروم، وهقلبها تقليبة كده، وهضيف عليها شوية مية سخنة عشان برضو تاخد غلوتين مع اللحمة. تمام. وياخدوا من نكهة بعض، يعني المشروم واللحمة والبصل يندمجوا مع بعض في الطعم. تمام. بعد ما تاخد اسيبها بقى تاخد غلوتين كده، يعني ايه، هقلب اللحمة على الاتجاه التاني عشان ما تبقاش ناشفة من اتجاه وطرية من اتجاه. هبدأ ان انا اقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبدأ نعمل الرز الابيض معانا. احنا بنقدر نقدمها مع رز ابيض او بطاطس مهروسة، تمام، اللي هي البطاطس البوريه. جبت هنا الحلة بتاعتي، حطيت فيها معلقة سمنة على معلقة زيت، وبعد ما سخنوا نزلت بالرز الابيض بتاعي، شوحته تشويحة كده عشان ده سر من اسرار الفلفلة. وضفت عليه الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهبدأ ان انا اضيف عليه مية عادية جدا. عايزين تضيفوا مكعب مرقة دجاج مفيش مشكلة، او مرقة لحمة مفيش مشكلة، انا ما بحطش فيه اي حاجة غير المية والملح. تمام. هزود كده المية فوق الرز بعقلة صباع.
تمام. وهسيبه لحد ما يغلي ويتشرب خالص، هغطيه. وبعد ما يتشرب هروح جايه مقلباه تقليبه اهو زي ما انتم شايفين كده، وههدي عليه النار لحد ما يتشمع معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعه للصفحه، وما تنسوش تقولي بتتابعوا الفيديو من اي بلد، بيساعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. هنا كانت خلاص اللحمه استوت خالص، بقت كده مستويه على الاخر. هبدا بقى ان انا اجيب كوبايه من الكريمه او بديل الكريمه. ايه هو بديل الكريمه؟ كوبايه كوبايه حليب عليها كوبايه دقيق، تمام. وهبدا انزل عليها بال فيها كده في اللحمه بالمشروم والبصل. وهبدا اضيف مكعب مرق الدجاج، وده اختياري، مش حابينه خلاص مفيش مشكله استغنوا عنه. وضفت هنا عودين من الكزبره الخضراء، تديها بس طعم ونكهه كده حلوه قوي. وهبدا ان انا احط الملح بتاعي وهقلبها، هسيبها بس تغلي غلوتين كده مع بعض، وكده بتكون جاهزه معايا للتقديم. وعايزه اقول لكم طعمها بجد رهيب يا جماعه. هنبدأ بقى ان احنا نقدمها كده في طبق التقديم مع الرز بتاعنا اللي احنا جهزناه. عايزه اقول لكم طعمها خطير خطير. انا اسفه جدا على صوتي لاني تعبانه شويه، ادعوا لربنا يشفيني عشان نقدر نقدم محتوى جميل ووصفات حلوه كتير. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تقولوا لي الفيديو ايه رايكم فيه النهارده، والوصفه رايكم فيها النهارده وعجبكم ولا لا. وما تنسوش تشيروا الوصفه بتاعتي لو المحتوى بتاعي وفيديوهاتي بتعجبكم. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم، واسيبكم في رعايه الله وامنه. كانت معاكم ايمان، مع السلامه.